Il faut étudier le passé et l'extrapoler sur l'actuel, yani le présent, pour pouvoir se décider de l'avenir. Ça me laisse ouvrir. D'autres chercheurs il ne faut pas regarder en arrière, sinon vous risquez d'être brusqué en avant. تمنيت لو كان شاهد وشاف المقال هذا وقراه وتأسف جدا. وقعت له حادثة تذكرها اللي نوبر بجيبون هذايا كنت لا ولد حفيد ان يوتنو يحكم من جابس وبرا الجنوب. سلفاجي ما يتسبش الان وانتم كلكم فهمتوا لا معناها امامي لا تعرفون السل الموجود في الجنوب التونسي اللي هي منطقة الى الان منطقة عسكرية. جاءت الثورة باش نقول صديقي بالعانس يبارك فيه نخرجوا بثورة لإجلاء هذه المنطقة العسكرية. لأنه أنا جيت هنا باش نبلغ رسالة مالوغوزمون لاني لا قيدت ولاني مش قايد. لأنه كنت لا عشت بحوض المنجمي وتكسر أمي ولكن شوفوا شكون اللي يحكموا في الحكومة اللي قال عليها أخويا يلزمكم تحكموا. الحكومة اللي يشوف فيها انبياء عكاي كاتب كتاب بورقيب متفق معاك. انا ما جيش بورقيب ما قراش فرنسا مدين ليه بقول سيغتان مزيور هو اللي بنى الدوله الحديثه لكن كان عميل لفرنسا والدليل على ذلك الكوتوزال هي الاتفاقيه بتاعها من عام 49 الى الان ونأكد وانه فهمتوا لا الاجتماع تاع اليوم صعب جدا لانه فهمتوا لا فرنسا والاتحاد الاوروبي سيتزعزعون في الاجتماع خاصة الساحلين ومناظرين الساحلين. وذكرتني بحاجة تمنيت وأنه المداخلة تاعي تكون تحت عنوان مسيرة غاندي والطريق إلى تونس. وتسمحوا لي نقرأ لكم أمتي باراجراف حتى نتكلم عن السياسة الخارجية باش تعرفوا وأنه الأمن القومي التونسي مهدد الآن. الامن القومي التونسي مهدد الان. يا سيد اللي انت تسموا فيك سياسي محنك رحال الحرب ما زالت في ليبيا والتقارير تشير الى هذا. شوفوا فهمتوا لو رابور دو اومن رانتوش تقول ان الوضع صعبا جدا وليبيا ماشيه الى التقسيم على هذا النحو. انتم معانا عليا؟ سامحوني فهمتوا نبلغ رسالتي للسيد المحنك. انت انسان ما تتحركش لما تمشي لسيادك فهمتني ولا كيما الاحزاب هذه كيما شرفوا علينا الغراب في خمان اول ما جاء مشى تعدى على العراق خلاها زاد كملنا نحن بالنزيد بتاع الحساب سو بريتكست دو لا ديموكراسي. هي ليبيا ستتقسم الى كما تشوفوا دراو اللي هو دوبوي 1906 خرجت اسمها لا تريبوليتان الخضراء المنطقه تاع غزال اي لا سينايك اللي هي بنغازي فهمتني ولا هو مصر. السيد اللي يتكلم يقول السياسي محمد اليوم فيه ماده اسمها لا جيوبوليتيك والخريطة الجيوسياسية النفطية لأن الحرب النفط على ليبيا هي حرب نفطية بامتياز. والجزائر عظيمة أقولها لما احتضنت ابنة الجذابي كقاعدة خلفية خوفا من التدخل عبر صحراء بنتولان وانتقال الحرب رحال حرب إلى الصحراء الجزائرية لأن فرنسا قسمت الجزائر لو أطلس et le sud يسموه
حتى من الناحية العلمية ليست هناك بتونس برجوازية، وإنما هنالك فئة وأطلق عليها اسم بالفرنسية une oligarchie qui a profité du PSD et l'autre qui a profité de l'RCD، وهم اللي فهمتوا لا استغلوا يسموه لو بارادي فيسكال. وتشوفوا تبعت والله يلعن بطال لولا مش اغتال. اليوم هبطاكم بنتكم شماوي ليبيا ونتكلم على مؤسسات في ليبيا وفي تونس. هذا عماء سياسي أقوله من الساحلين وأقوله في سوسة وفي المنستير. هذا عماء سياسي لأنه الناس هذوما ليس لهم مستشارين في مجال النفط والمعادن، ناس معناها عندهم كل قواد اخوك. ونقول لهنا انتم لهنا مش ساحل. شكون منكم سمع مختار العتيري نهار المات؟ شكون منكم؟ تفضلوا انتم لا سامحوني صباح ليا. شكون من سمع مختار العتيري؟ اللي بنى المطار تاع قرطاج، اللي بنى لي زيشونجور، شوفوا باب عليهم، اللي عمل لكم لو بور دو بليزونس في سوسة، اللي بنى المدرسة القومية المهندسين كانت قبل بورقيس الحبيب يقول القومية، أما عندهم امتيازات رجل بوكو. ولكن كما قال الباشي قال نجيت باش نكمل اللي ما عملوش سي الحبيب. انت كنت تلحس كنت لبي رجلين وسيله يا سي الباشي اللي كاتب انت كتاب التاريخ معروف حتى شخصك. وانت اللي مشيت كنت في ضربة حمام الشط في الكيان الصهيوني وضد